أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف ايه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول اني ابتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما اني اشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي انك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 11 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والدرس ده بعنوان تمسك بخطتك. كاسباروف وصل للدور النهائي للتأهل لتحدي بطل العالم، وده أحد أدواره في مباراته النهائية مع بطل العالم السابق سيميسلوف. ومن المفارقات إن سيميسلوف في هذا الوقت كان بيبلغ 63 سنة، بينما كاسباروف 21 سنة، وكان مازال سيميسلوف بيحتفظ بمستواه العالي حتى ذلك الوقت. كاسباروف فاجئ الجميع بتغيير سجله الافتتاحيات، ولعب دفاع تراش بالاسود، وهو اللي كان احرز انتصارات هائلة امامه بالابيض. وتبنى هذا الافتتاح في 4 ادوار، وحصل على نتيجة مرضية 3 تعادلات وفوز، وده الدور اللي فاز بيه بالاسود امام بطل العالم السابق فاسيلي سيميسلوف. ليس من الصعب على اللاعب ان يتبع الاستراتيجية العامة للافتتاح، ولكن فور ان ينتقل الى المراحل التالية بيحدث تطور في بعض انواع الخطط، وبالطبع عليك ان تنتبه بان خصمك ايضا لديه خطة، ولذلك حساباتك يجب ان تأخذ في اعتبارها ليس فقط خطتك، بل ايضا يجب ان تنظر الى جميع انواع العمليات التكتيكية اللي ممكن ان يستخدمها منافسك. وفي وسط كل هذا بعض اللاعبين بينسوا استراتيجيتهم الاصلية، وبيبذل معظم جهده للتفاعل مع تهديدات الخصم. ولكن الطريقة الصحيحة انك تحتفظ تحت نظرك بخطتك الرئيسية، بينما في نفس الوقت تتعامل مع تهديدات الخصم كلما تظهر. حتى اذا ركزت على اضعافات جديدة في موقف خصمك في جزء اخر من الرقعة، من الاغلب انها بتكون فكرة سيئة انك تهمل خطتك الرئيسية وتكرس مجهودك لعملية أخرى مؤقتة في مكان آخر في الدور. سيميسلوف في الدور اللي هنشوفه تعامل جيدا في مرحلة الافتتاح، وكان عليه متابعة خطته بهجوم في الوسط، ولكنه فقد رؤية هدفه وتحول إلى هجوم في جناح الملك. وهنا استغل كاسباروف فرصة تحول سيميسلوف من خطة لأخرى، وقام بهجوم ناجح مستغلا أخطاء سيميسلوف. تعال نشوف ازاي كاسباروف ادى مهمته بنجاح. سيميسلوف بالابيض ولعب دي 4، ورد كاسباروف دي 5، نايت اف 3، سي 5، سي 4. بكده اتحولنا الى دفاع تراش، وكمل كاسباروف اي 6، سي دي 5، اي دي 5، جي 3، نايت اف 6، بيشوب جي 2، بيشوب اي 7، كاسل، كاسل، نايت سي 3، نايت سي 6، بيشوب جي 5، سي دي 4، نايت دي 4، اتش 6. ده الخط الرئيسي في دفاع تراش. الفيل بيتم طرده للخلف، وكلا الجانبين بيمكنهم تطوير استراتيجيتهم في وسط الدور. الاسود في دفاع تراش بيعاني من اضعاف مزمن لوجود بيدا الدي المعزول، ولكن في مقابل هذا بيتمتع بحرية كبيرة في تعبئة القطع، ودي الفكرة الرئيسية اللي بتجذب الاسود لدفاع تراش. على اي حال سيميسلوف تراجع بالفيل ولعب بيشوب اي 3، روك اي 8، وهنا سيميسلوف لعب اي 3. النقلة دي كان وراها فكرة جديدة في ذلك الوقت،
وهي ان الابيض بيحاول يحط وزيره على المربع B3، ولكن لو الاسود لعب حصانه للمربع A5 طالب الوزير، الوزير بيبقى على نفس الوتر وبيتراجع الى المربع A2، وكل ده من اجل مهاجمة البدء المعزول اللي على D5. وكمل الدور بيشوب E6. كاسباروف في ادواره الاخرى اللي لعبها امام سيميسلوف بدفاع تراش وضع فيله على المربع G4، لكن سيميسلوف كان بيلعب H3 وبيطرد الفيل مرة اخرى للخلف، ولذلك في هذا الدور كاسباروف لعب بيشوب E6 وما لعبش البيشوب G4، وسيميسلوف كمل نايت تيكس E6. سيميسلوف في الدور ده قرر انه يتعامل بشراسة مع الاسود، وكان في الادوار السابقة ضد كاسباروف بيلعب في الموقف ده النقلة الهادئة كينج H1، وفي احد الادوار كاسباروف كمل بيشوب G4 وانتهى الدور بالتعادل، وفي دور اخر كاسباروف كمل بكوين D7 وايضا انتهى الدور بالتعادل، ولذلك هذه المرة ما لعبش النقلة الهادية كينج H1 انما لعب النقلة الشرسة نايت تيكس E6، وكمل الدور اف تيكس E6. هيكل بيادق الاسود بيتكون من 3 جزر، كل جزيرة بتتكون من بدائين، بينما هيكل بيادق الابيض بيتكون من جزيرتين فقط. على اي حال بدأ الاي 6 اصبح اضعف بيدق في هذا الهيكل، ولكن طالما عمود اي مغلق فبيدق الاي 6 في امان، ولذلك خطة سيميسلوف هي فتح العمود اي ومهاجمة بيدق اي 6 المتأخر الضعيف، وسيميسلوف لعب كوين A4. الوزير لازم يخرج عشان احد الرخين وغالبا رخ A1 يجي ويحتل العمود دي، وكمل الدور روك C8 روك AG1 كينج H8. الملك الاسود اكثر امانا على المربع H8 عنه في المربع G8، لان ممكن يحدث بعض التضحيات على المربع D5 ويتفتح الوتر المؤدي الى الملك. على اي حال سيميسلوف كمل بكينج H1. نقل الكينج H1 مش عشان تأمين الملك، انما علشان ايجاد مربع رجوع للفيل بعد لعب النقلة F4 في حالة ان الاسود يلعب نايت G4 ويهدد الفيل، وكاسباروف كمل بالنقلة A6. النقلة دي بتبدو ان هي بتضعف جناح الوزير، وكذلك لا تساعد في لعب النقلة B5 لان هيترك بيدق ال A6 بدون حماية، ولكن كاسباروف كان له غرض من هذه النقلة هيظهر بعد قليل، وسيميسلوف كمل في خطته ب F4، وهنا كاسباروف لعب نايت A5 نقلة قوية. الاسود لعب النايت A5 بدلا من لعب النايت G4 لان الفيل حاليا اصبح له المربع الامن G1 اللي ممكن يتراجع له، ولذلك الاسود ما لعبش النايت G4 انما لعب النايت A5، وكاسباروف بالنقلة دي بيحافظ على تركيزه في جناح الوزير، والحصان بيسيطر على المربع C4 وعلى المربع B3، واذا احتل الحصان ايا منهم هيكون بيسيطر على مربعات سوداء هامة في معسكر الابيض، وكذلك الحصان بيعمل درع امام بدءه اللي على ال A6، وحاليا اصبح بيهدد بالفعل بلعب نقلة ال B5. ولكن هنا سيميسلوف كمل F5. ممكن جدا نفهم ليه سيميسلوف لعب هذه النقلة، لان اصابه القلق من نمو مبادرة كاسباروف في جناح الوزير، ولذلك حاول يلفت الانتباه للعب في جناح الملك، والنقلة دي كانت مفترق الطرق لان سيميسلوف اتحول من خطة الى خطة بديلة، وبدءا من هذا الموقف هيتحول الدور الى صالح كاسباروف. ولكن الخطة الصحيحة انك تواجه هجوم كاسباروف في جناح الوزير بفعل مضاد في الوسط، والنقلة الصحيحة في هذا الموقف بيشوب D4. ودلوقتي لو كاسباروف لعب النايت C4 هيلعب كوين B3 وهيحمي بيدق الB2، ودلوقتي لو الاسود كمل بيشوب C5 الابيض يقدر يلعب ببساطة E4 وبيهدد بالفوز ببيدق وكذلك فتح العمود E ومهاجمة بيدق الE6 الضعيف. ولكن سيميسلوف ما لعبش البيشوب D4 انما لعب الF5، وهنا كاسباروف كمل بنقلاته القوية في جناح الوزير ولعب B5 طالب الوزير.
والابيض رد بكوين H4. الوزير تحول الى جناح الملك، ويبدو ان له بعض الهجوم في هذا الجناح امام هجوم كاسباروف في جناح الوزير، لكن كاسباروف فاجئه بالنقلة القوية الدفاعية الهجومية نايت G8. الحصان من الناحية الدفاعية بيزود الدعم اللي بيدق ال H6، ومن الناحية الهجومية بيكشف هجوم من الفيل على الوزير الابيض. وبعد تراجع الوزير ممكن الاسود يلعب بيشوب F6 ويحمي كذلك بيدق G7. لو الاسود ملعبش نايت G8 ولعب النقلة اللي اتكلمنا عنها اللي هي نايت C4، هتبقى حاليا نقلة سيئة. الحصان بيهاجم الفيل، لكن الابيض عنده الفرصة للتضحية القوية بيشوب تيكس H6، وافضل دفاع للاسود هو نايت H7 وبيكشف هجوم من الفيل للوزير، والابيض بيكمل كوين H5، وبعد جي تيكس H6 الابيض بيكمل ببساطة F تيكس E6 وبيهدد بالنقلة الحاسمة روك F7، والابيض في طريقه للفوز. ولذلك الاسود ملعبش النايت C4 انما لعب النقلة القوية نايت G8، والابيض كمل كوين H3. نايت C4 طالب الفيل وبيدق البي 2، بيشوب C1 بيحمي البيدق، بيشوب G5 بيحاول يكسر الفيل اللي بيحمي البيدق، والابيض رد بإف تيكس E6. لو الابيض ملعبش F تيكس E6 ولعب بيشوب تيكس G5، الاسود هيكمل بكوين تيكس G5، والاسود في كل التفريعات هيفوز ببيدق. واذا الابيض ما اخدش على المربع G5 انما لعب نايت تيكس D5، التضحية دي تضحية معقدة، لكن اللعب الصحيح للاسود بيشوب تيكس C1 نايت F4 بيكشف هجوم من الرخ على الوزير، والاسود بيكمل بيشوب D2، وهنا الابيض بيلعب F تيكس E6. الاسود هيكمل ببساطة نايت E7، ومازال الاسود متفوق ماديا وله الافضلية، ولذلك الابيض في الموقف ده كمل F تيكس E6 وكمل الدور بيشوب C1 روك C1. لو الابيض ملعبش روك تيكس C1 ولعب روك تيكس D5 طالب الوزير، هتبقى دي نقلة سيئة لان الاسود هيكمل كوين B6، وبعد روك تيكس C1 الاسود هيلعب ببساطة نايت تيكس B2، وكده الاسود فاز ببيدق وبيهدد بالتراجع مرة اخرى والفوز ببيدق اخر او اعطاء شوكة للرخين. ولذلك الابيض مش هيلعب روك تيكس D5 انما هيلعب روك تيكس C1، والاسود كمل نايت E3. الحصان الاسود بيهاجم القطعتين النشطتين للابيض الفيل والرخ، وسميسلوف قرر بحكمة انه يحتفظ بالفيل ويترك الرخ ولعب نايت تيكس D5. لو الابيض ملعبش نايت تيكس D5 وحاول انه يهرب بالرخ ولعب روك G1، الاسود هيلعب ببساطة نايت F6 وهيحمي بيدق الD5 وهو متفوق ماديا وموقفه افضل. ولذلك سيميسلوف ملعبش الروك G1 انما لعب نايت تيكس D5 وترك الرخ، وكاسباروف كمل نايت تيكس F1 روك تيكس F1 روك F8. تكسير حاليا في صالح الاسود لان بيادق الابيض ضعيفة، والحسن حظ الاسود ان حصان G8 بيمنع الابيض من لعب النقلة القوية E7. على اي حال سيميسلوف ارتكب هنا احد الاخطاء ولعب نايت F4 ودي نقلة سيئة. الابيض بدل ما يلعب النايت F4 كان عنده النقلة الاقوى وهي بيشوب E4، والفيل يقدر ان هو يتراجع للمربع D3 او يتقدم للمربع F5 عشان يدعم البيدق. ورغم كده كاسباروف مازال امن، لكن الدور بيميل للتوازن. على اي حال سيميسلوف ملعبش البيشوب E4 انما لعب نايت F4، والاسود كمل نايت E7، وهنا سيميسلوف لعب نقلة تانية سيئة كوين G4. سيميسلوف بيواجه دائما بالسؤال اين يضع الوزير في جناح الملك، وافضل مكان للوزير هو ان يلعب كوين H5 ويبدأ يعمل لعب مضاد في جناح الملك بنقلة زي H4. ورغم كده الاسود هيكمل بروك F6
وبعد H4 الاسود هيلعب كوين D4، بيهدد ياخد بيدق الB2 والاسود افضل، لكن الابيض ما زالت لديه الفرص. كذلك لو الابيض ملعبش كوين G4 وحاول يرجع للنقلة السابقة وهي بيشوب E4، النقلة دي هتكون في هذا الموقف نقلة سيئة، لان الاسود هيرد ببساطة كوين D4 طالب الفيل وطالب البيدق، والاسود هيفوز. على اي حال الابيض في الموقف ده لعب كوين G4 اللي قلنا عليها نقلة سيئة، وكاسباروف انتهز الفرصة ولعب G5 طالب الحصان. وبالطبع كاسباروف ما كانش يقدر يلعب الG5 والوزير على العمود H، لان بيدق الH6 هيكون بدون حماية، لكن حاليا يقدر يلعبها وهو بيطرد الحصان بعيدا وفي نفس الوقت بيفتح العمود F. وسميسلوف كمل بكوين H3 طالب بيدق الH6، لكن النقلة دي تأثيرها ان هي فقط هتأجل تأثير النقلة G5 لمدة نقلة واحدة، لان الاسود كمل روك F6 ودلوقتي الحصان مطلوب ولعب نايت D3، والاسود كمل روك تيكس F1 تشيك، بيشوب تيكس F1، كينج G7 وبيحمي البيدق. لو الاسود ملعبش كينج G7 وحاول يحمي البيدق بالوزير ولعب كوين F8، الابيض هيكمل ببساطة نايت تيكس E5 وبيهدد بنايت F7، ودور الابيض اتحسن، ولذلك الاسود ملعبش الكوين F8 انما لعب كينج G7، وسميسلوف كمل بكوين G4. وهنا كاسباروف لعب نقلته القوية كوين D5 تشيك، نقلة مركزية قوية للوزير، والوزير في وسط الرقعة بيكون في اقصى نشاط له. ودلوقتي الابيض لو دافع عن الكش ببيشوب G2 هتكون نقلة سيئة وهياخد تشيك ميت بعد روك C1 تشيك، والابيض ما عندوش غير نايت تيك C1، وهنا الاسود بيكمل بكوين D1 تشيك وبعد بيشوب F1 كوين تيكس F1 تشيك ميت، ولذلك الابيض ما عندوش البيشوب G2 انما لعب E4. وكاسباروف كمل في نقلته القوية كوين D4، والوزير لازم يبقى في المركز، ممكن يتراجع الى المربع F6 او ممكن يتغلغل في معسكر الابيض بكوين E3. وكمل الدور H4، وهنا كاسباروف كمل ايضا بنقلات قوية ولعب روك F8. الرخ بيتنقل بين الاعمدة المفتوحة، كان على عمود C المفتوح وحاليا اصبح على عمود F المفتوح، وبيهدد حاليا باخذ فيل F1، والفيل ما يقدرش يسيب الوتر عشان بيحمي الحصان، ولذلك لعب بيشوب E2. وهنا كاسباروف لعب كوين E3، والنقلة دي رغم ان هي نقلة هجومية الا انها ايضا بتدافع عن بيدق الG5. وكمل الدور كينج G2. لو الابيض ملعبش كينج G2 واخد على المربع G5 HG5، الاسود هيلعب ببساطة H5 طالب الوزير، والوزير لو اخد البيدق الاسود هيلعب ببساطة روك H8 بيربط الوزير على الملك ويفوز، ولذلك الابيض ملعبش HG5 انما لعب كينج G2. وكاسباروف ابتدى يضع اللمسات الاخيرة ولعب نايت G6، والحصان في طريقه للاشتراك في الهجوم. وسميسلوف لعب H5 طالب الحصان، نايت E7، وهنا الابيض ما عندهوش اي نقلات في جناح الملك ولذلك لعب B4. وكاسباروف لعب بهدوء كينج H7. النقلة دي نقلة قوية لان بتضع الابيض في حالة زوكزفانج، الابيض ما عندهوش اي نقلة ممكن يلعبها. لو اتحرك بالحصان الاسود هيلعب روك F2 تشيك، ولو اتحرك بالفيل الرخ هياخدها وياخد الحصان، وكذلك الفيل ما يقدرش يجي في المربع D1 والا هيترك حماية الحصان، وكذلك الوزير ما عندوش اي مربع امن يوصل له ولا يوجد غير الملك، ولذلك لعب كينج H2. وكاسباروف لعب ببساطة روك D8 طالب الحصان. وسيميسلوف ما عندهوش اي نقلة ولذلك لعب E5. وكاسباروف كمل ببساطة روك تيكس D3، بيشوب تيكس D3، كوين تيكس D3. وحاليا الاسود متفوق ماديا بقطعة،
وكذلك موقفه أفضل، ولذلك الأبيض سلم. على أي حال كاسباروف أنهى مباراته مع سميسلوف بنتيجة حاسمة 8.5 4.5، وبكده حصل على حق تحدي بطل العالم كاربوف. وابتداء من الحلقة القادمة هنشوف بعض مباريات كاسباروف وكاربوف على بطولة العالم. إلى اللقاء. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.